تعالوا كده ندلع نفسنا، ما هو مش هنستنى حد يدلعنا بصراحة يعني، ومش حد كده كده هيدلعنا. تعالوا كده نحط واحدة ايس كريم في الخلاط، عليها كده قطعة من الجاتو، وعليها كده كوباية ونص من الحليب، وعليها معلقتين من السكر، وعليها معلقة كريم شانتيه بس كنت نسيتها هحطها تاني معاكم دلوقتي. ضربت بقى في الخلاط كله كده مع بعضه بالشكل ده كده، طعمه بجد خرافة. المعلقة الكريم شانتيه اهي كنت نسيت احطها في الاول، ونضرب تاني بقى لما القوام يتقل كده ويبقى جميل معانا، ونقدمه بقى بالشكل ده كده، ونروق على نفسنا كده ونعمل جو كده حلو، ونقدمه بالشكل ده كده. تعالوا بقى نقدمه كده مع بعض. هنحط كده قطعه من الجاتو انا اللي عاملاها، هنزل لكم ان شاء الله في فيديو جاي. لو عايزين طريقتها اكتبوا لي في الكومنتات وهنزلها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. نزين بقى كده بصوص الشوكولاته الكاس اللي هنحط فيه او المج اللي هنحط فيه على حسب بقى ما هتقدميه، وهنصب بقى العصير او الهوت شوكليت اللي احنا عملناه ده، طعمه تحفه تحفه بجد. شايفين ما شاء الله قوامه جميل جدا. نزينه بقى بالكريم شانتيه او الايس كريم، انا حطيت عليه بوله كده من الايس كريم. لو ما فيش عندك حط عليه كريم شانتيه، وممكن تقدميه برضو كده ما فيش مشكله خالص. ونقدمه بقى وبالهنا والشفا، وروقي على نفسك كده حلوه انت وهي. شايفين ما شاء الله جميل ازاي يا جمال. لو عجبكم بقى الترويقه بتاع النهارده دي اكتبوا لي في الكومنتات، واعمل لكم فيديوهات من ده على طول، وانزل لكم طريقه الجاتو ان شاء الله الفيديو الجاي. شايفين ما شاء الله اللي يشوف يقول ده جاهز بجد، وعاملينه من غير ولا بيضه، يعني الجاتو ده من غير بيض خالص. شايفين تحفه بجد.